السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أخبار مغرب الدارجة. على بعد أسبوع من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر. تشوفوا الإعلام المصري وهو يتكلم على اللائحة اللي قال وليد الركراكي ورجوع حمد الله والتشكيلة الرسمية اللي غادي تكون كأس العالم وحظوظ المنتخب المغربي. خليكم مع الفيديو وكنتمنى تدعمونا في القناة. تحياتي لكم. موجود. تم استدعاء حمد الله علشان يكون موجود في قائمة المنتخب المغربي ليقود هجوم المنتخب المغربي في كأس العالم. الحقيقة انه التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب بيكشف عن بعض الامور، والقائمة نفسها بتقول حاجة مهمة جدا جدا جدا، لانه الركراكي انتقد لغياب ماي، انتقد لاستدعاء حمد الله، لانه طبعا بعد الايقاف وبعد الكلام ده بعيد شوية عن الكورة، لكن محتاجين انه نوصل لنتيجه. لماذا فعل الركراكي هذا الامر؟ هل لمجرد عوده النجوم واثبات انه العهد الحالي مختلف عن عهد خليلوزيتش، ولا التشكيل بيقول حاجه ثانيه؟ ممكن نبص مع بعض. غالبا ده التشكيل المتوقع للمغرب في المونديال: ياسين بونو، اشرف حكيمي، نايف اكرد، رومان سايس، نصير مزراوي، املاح وامرابط واوناحي في نص الملعب، زياش، عبد الرزاق حمد الله، وسفيان بوفال في خط الهجوم. التشكيل ده بيقول ايه؟ التشكيل ده بيقول ان انت عندك قوه هجوميه جباره موجوده على الطرفين، مزراوي واشرف حكيمي، لواحد موسيقار في نص الملعب زي سفيان مرابط، بوفال، حكيم زياش، حمد الله. ايوه، اللي هو معناه ايه؟ معناه ان منتخب المغرب غير مؤهل انه يدافع، غير مؤهل انه يقبل اللعب. انت اسلحتك الهجوميه جباره، والقوه الدفاعيه اللي موجوده عندك ابدا مش زي القوه الهجوميه، مستحيل. وبالتالي منتخب المغرب مش هيبقى حمل انه يوصل للمرمى ويضيع فرص. لما تلاعب منتخبات تقيله انت عايز اللي يخلص، وهنا يكمن سبب وجود حمد الله. مهما عملت المعدل التهديفي والتاثيري لحمد الله داخل منطقه الجزاء، مع كامل الاحترام والتقدير والمحبه للنصيري، لشتيره ولو انه هداف مع باري، ايوب الكعبي، مع كامل الاحترام والتقدير لكل المهاجمين اللي كانوا موجودين مع منتخب المغرب وموجودين في القايمه، ده واحد مختلف، عنده مشاكل، التعامل معاه صعب، عنيف بعض الشيء في ردود افعاله، وكل ده تمام. لكن حمد الله قيمه ثابته لهجوم منتخب المغرب. الانصاري يبدا ده موضوع تاني، لكن في الاستعانه بحمد الله الراجل عارف من اين تؤكل الكتف داخل منطقه الجزاء. مشاهد قمه الروعه للاعبي المنتخب المغربي بعد الاعلان شان البرازيل عن القايمه وفرحه اللعيبه كلهم بوجودهم. بالمناسبه المنتخب المغربي التشكيل اللي موجود على الورق اللي احنا عرضناه ده اللي موجود، وعنده على الدكه اسماء تانية برضه في الشق الهجومي. عنده اسماء كبيره زي الزلزولي مثلا على الجناح، عنده واحد عظيم جدا 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 موجود مع المنتخب زي امين حارس المتالق مع مارسيليا. عندهم اسماء قويه في الشق الهجومي تخلي المنتخب ده غير مؤهل انه يدافع بالشكل اللي الناس فاكراه، لكنه مؤهل جدا جدا انه يلعب كره قدم ممتازه. ودي رد فعل جميع اللعيبه اللي تم استدعائها للمنتخب المغربي.